السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انت فين؟ امل بتصور. في ايه؟ عايزاكي في مهمة صعبة يا امولة. في ايه؟ يا رب خير يا رب. انا مش مطمئنة. بما ان احمد رايح فين؟ بني سويف. بسوي ايه وحشني. جات لي فكرة فظيعة. ايه؟ عايزين نعمل في احمد مقلب. مقلب ايه؟ قول بسرعة بسرعة. فكرة لسه جايالي. طبعا دلوقتي احمد قاعد مع بابا وماما تحت، على اساس ايه؟ قاعدين مع بعض شويه وقاعدين يتكلموا هيعمل ايه ويروح فين ويجي منين والكلام ده يعني. المهم يا جماعه، جت في بالي فكره مقلب، واحمد قاعد يتكلم مع بابا وماما العربيه وعايزين لها كذا وهنعمل لها كذا ومش عارفه ايه. طبعا هو لسه رايح بني سويف، يمكن كلمكم في الموضوع ده قبل كده وفضل غايب عن البيت يومين بسبب ايه؟ موضوع العربيه والترخيص والورق والكلام ده. فالمفروض ان هو اصلا ميعاده هيروح النهارده. تمام. انا بقى جت لي فكره وقمت متسحلبه كده من وسطيهم وقلت تعالي يا بنتي يا اسماء اطلعي الامل. ايوه انا ناديت عليكي ندى، قلت لا اطلع لها انا بقى. عايزين نعمل مقلب في احمد. ايه؟ قولي لي ايه؟ بس قبل ما اقول لكم ايه، حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. لان المقلب شكله هيبقى جامد. اشتركوا في القناه وحطوا لايكات كتير بقى كده وشهيصونا على قد ما تقدروا. احمد اخويا وهو جاي المره اللي فاتت لو تفتكروا، وهو جاي من بني سويف عمل فينا مقلب ان هو جه من غير العربيه ومش عارفه ايه. ايوه حصل. وموال كده حصل. وانت كنت متفق معاه. خلي بالك العود يجي وانا بتكلم. وانت كنت متفق معاه. المهم يا جماعه، إيه... اللهم صل على النبي، قولوا معايا. يا رب الصلاة والسلام. اصل هي الفكره لسه جايه في دماغي دلوقتي. فاحمد اللي انا سمعته ان ورق العربيه في العربيه. فانا بقى عايزين نخطف ورق العربيه ده. ده رايح من الساعة 2 بالليل. عايزين نخطف ورق العربيه. اللي اعرفه دلوقتي ان احمد هيروح يجيب العربيه ويجهزها ويمسحها ويظبطها على اساس ان هو مسافر بالليل. تمام. احنا بقى يا امل عايزين نتصرف وناخد ورق العربيه ده. ده فيها كل حاجه، الرخصه وكل حاجه، كل حاجه، الورق بتاع العربيه، كل ورق يخص العربيه احمد بيجري عليه بقاله اسبوعين ولا اكتر. احنا عايزين ناخده من العربيه. يا لهوي. ايه رايك؟ صعب قوي. دلوقتي بقى ايه؟ مفتاح العربيه فين طيب؟ سهله، مفتاح العربيه سهله يعني. هو احمد يعني هيعينه في جيبه مثلا، هنتلاقاه فوق تحت. المهم ايه، احنا هنتصرف وناخد ورق العربيه من العربيه. اول حاجه هنشوف المفتاح فين ونتسحلب انا وانت كده ونروح الجراج. يا لهوي. ايه رايك؟ هنروح الجراج ناخد ونفتح العربيه بقى. ايوه. وناخد الورق منها ونقفل الجراج ونقفل العربيه زي ما كانوا ونيجي. ايوه. نخبي الورق ده. ولا كأن حصل حاجه. صح. الورق راح فين يا ولاد؟ الورق راح فين؟ ده كان في العربيه. ما نعرفش. احنا نعرف حاجه؟ احنا شفنا حاجه؟ ده احنا حتى ما بنعرفش نفتح العربيه. صح يا اموله. ملناش دعوه. يلا بينا يا اموله. يلا بينا. اصبروا علينا بس يا جماعه 5 كده لما احمد يطلع يروح يجي، مش عارفه يبقى نظامه ايه دلوقتي او هيعمل ايه. المهم اللي هو قاعد تحت مع بابا وماما، اول ما يروح او يجي او ان احنا نعرف نطلع. الجراج مش بعيد عننا، ده في الشارع اللي جنبنا يعني. فاحنا بقى هنروح نجيب ايه؟ ورق العربيه. وخليكم معانا، والفيديو ده يستاهل لايكات كتير جدا 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 جدا. احلى لايك طبعا لأبلة اسماء، لان هي فنانه ودماغ شغاله مش بتنام. هنا مخ. خليكم معانا وحطوا لايك ونستنى كومنتاتكم، وخليكم معانا لاخر الفيديو، ما تفوتوش دقيقه ولا تروحوا هنا ولا هنا. يلا بينا. خلصي بس اللي وراكي كده على السريع. ودلوقتي يا امول احنا رايحين فين؟ رايحين الجراج يا جماعه. استغلنا الموقف. عارفين الموقف؟ استغلينا الموقف. وبعدين بقى ايه، لقيت المفتاح بقى كده ايه جنب المحفظه بتاعته حاجاته يعني وكده، كنت واخداه وطلعت اجري. احنا رايحين دلوقتي على الجراج نقوم بالمهمه. خليكم معانا لما نشوف يومنا هيعدي ازاي النهارده. مش عارفه الاضاءه عامله لكم ايه لان الشمس جايه في عينينا، فان شاء الله المقلب يكون قوي جدا.
ومحدش يبص بفرق الطول اللي بيني وبين امل. علشان انا عارفه ان انتوا هتقولوا ايه. جنبها ماشيه جنبها. يلا نقفل عشان في ناس هنا. يلا. عارفه الورق مكانه فين؟ يلا افتح الاول باب العربيه. يا احمد يا اخويا، وانت بتتفرج على الفيديو ده احساسك ايه؟ احساسك ايه كده وانت بتتفرج على الفيديو ده؟ تعالي. ادخلوا اقعدي في العربيه كده وبعدين ندور براحتنا. انت عارفه الورق فين ومكانه فين ولا ايه؟ افتحي في الدرج كده على مهلك. ادور انا من الجنب التاني. ماشي. استنى ادور. ده العربيه متعفره وايه، متظبطه على الاخر. ده هيفضل يغسل فيها الامتى دي؟ بصي اي ورق عندك خديه. السيارة مكتوب عليه ايه؟ وريني كده. عقد بيع السيارة، ودي حاجات برضو للسيارة. سبورتاج اهي، سبورتاج من ورا. طب ماشي، اي ورق يخص العربيه هاتيه، او اي ورق عموما عندك هاتيه، يخص عربيه يخص اي حاجه هاتيه. لا دي ورق البتاع، ورق عادي يعني. طب يلا. وحطت الخوذه بتاع الموتوسيكل هنا ليه؟ كان في راس البر امبارح وسايبني. لازم انتقم منه. صح، عشان كده انت بتساعديني صح. طبعا. يلا عشان ما يتاخرش عليه قبل ما يطلع. لان على فكره هو هيجي دلوقتي يجيب العربيه، فاحنا مش عايزين نسيب اي اثر ورانا. ظبطي كل حاجه زي ما هي. ده ايه؟ برضو دي بتاعت عربية. دي ايه؟ دي صورة الرخصة. طب يلا. خلي بالك، هو اي ورقه من دي تضيع. اصل الموضوع يقلب عليا انا وانت بجد ويبقى ايامنا بيضه. حوشي المصحف من هنا. كان بيكسر العربية. بس كده. ما عملناش حاجة يعني. يلا احنا خدنا بس كل حاجه حطها مكانها. انا عارفه هو بيتفرج على الفيديو ده يا خرا هيتقهر مننا. خرابي هيتقهر. اسكت، لا يسمع الزمره من هنا لهناك. بس. شكرا. شوفي العربيه عامله ازاي. جربوا مع انه ما طلعش بقى بقاله يومين. يلا اقفلي باب العربيه تاني زي ما كان. قدمنا حاجة. لا جينا جنب العربية اصلا. محدش جه اصلا عند الجراج صح. لا خالص. يلا. انا مبسوطه. انا مبسوطه قوي. لا لا انا متشجعه. اوراق كتيرة قوي يعني. انا متشجعه من المقلب ده بصراحه يا جماعه. ويلا نروح بسرعه قبل ما احمد يقول العيال دي راحوا فين، ولا ينادى عليكي ما يتلاقيكيش. ايوه عشان نبع عليا. لا هنقول لماما فاديه تتصرف، مالكيش دعوه. يلا بينا يا جماعه، خليكم معانا كده ومش هنوصيكم بقى لايكات كتير على الفيديو ده. كتير يعني. ماشي. يلا. على فكره يا جماعه احمد جه. احنا بعد ما جينا هو نزل. ايه ده؟ لا عاد يشوفني، مش عايزاه يشوفني. خلينا ايوه من هنا. بصوا احنا هننزل احنا بقى بعد ما ظبطنا الكاميرات والدنيا. طبعا انا مظبطه الكاميرات وكل حاجه. الله يستر، اصبروا بقى. انا بقى هخلي ماما تقول يا احمد راجع ورقك ولا كده. المهم على اساس يفتش في الورق ويدور فيه من دلوقتي. هو جايب العربيه على اساس انه يغسلها ويظبطها عشان بيسافر بالليل، تمام. فاحنا هنخليه ايه، يطلع الورق ويدور على الورق. طبعا على الورق يا احمد، عشان مش احنا اللي هنقول، هنخلي ماما اللي تقول. مش عشان لما تروح تكون عارف ان كل حاجه معاك مظبوطه وكل حاجه جاهزه، عشان ما تروحش وتيجي في الفاضي والكلام ده. يلا.
ماما دلوقتي يا جماعة طلعت لأحمد تقول له يا ابني تمم على ورقك وحالك قبل ما تمشي. ما نشوف. انا مش عارفة، تخيلوا احمد ما يتلقاش ورق عربيته ولا اي حاجة تخص العربية، تقريبا كمان هيعمل ايه؟ تقريبا كمان ورق الموتوسيكل مع الورق ده. ربنا يهديك. تخيلي يا امل معايا كده، انا بتخيل والله. اخلي دي في ايدي ولا نخبيها؟ لا طبعا خبيها، لا اقعد اخدها منك يدينا على فين. انت صديق عشان بقى. كده انا كنت جبت ورق العربية وديته فين يا ابني؟ انا اديته لك يما انت وديته لابوي. ايه؟ انا بقول لك شوف ورقك يا احمد عشان تقول انت عطيت الورق يما. انا هات الورق اللي مين فيكم. مين فيكم انت ما بتحركش الورق؟ ورق ايه يا احمد؟ ده لا تشوف ورق عربيتك يا احمد قبل ما تمشي. بكل حاجة تخص العربية دلوقتي تعتبر عربية شمال. ازاي ده؟ والله بكلم الجد. ليه ما انا زيك ناوية بتاعتك؟ انا اسمعي صلوا على النبي كده وحدوا الله وتفتكروا لا انا إله إلا اديته الله. الورق لمين فيكم. احمد اسكت، انا اللي بقول لك تمم على ورقك وتمم على حاجتك قبل ما تمشي. ايوه. جاي تتكلم تقول الورق يما رفعني، يعني مفكر عشان تلمسني؟ تليفوني فين يا بنت افتكر يا احمد انت حطيت الورق ده فين؟ لا 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 لا. هو قال لي لا انا ما شفته في ايدك خالص في قلب البيت. انا بشوفه على طول في العربيه. الورق معاك ولا مع ابويا؟ انا عايز افهم. هيبقى معاه واخبيه، ما انا قايله لك يا احمد شوف دورت ورقك في ليه؟ العربيه كويس. انت العربية قايل فيها مخبئين اتنين، الدرج والشنطة اللي جنب مني، لا في الدرج ولا في الشنطة اللي جنب مني. انا فاكر انه كان في العربية على فكرة. هتلاقيه في الدرج. الو. ايه يابا؟ افتح كده ما نشوف انا الورق بقول لك بتاع ايه. العربية معاك يابا؟ ورق العربية؟ ايوه. ماهوش في الشنطة السامسونية؟ لا هعطيلك ورق العربية يعني. هاتولي انا هعطيه لأمي. لا انا هعطيلك ورق ما خدتوش. انا هعطيه لأمي. استنى هو بقول لك انت عينها فين؟ عينها فين يا جمال؟ بقول عينها فين؟ مش لاقي الورق. عينها فين؟ عرفت بقول لك انت اللي حاططهم في درج العربيه وفي الطابلون، يعني احنا ذنبنا ايه؟ انا عارفه. انت على طول بتنسى يا احمد، والله شوف لا يكون بس انت أنا- نقلتهم بقى. ايه يكون حد خدهم منك وانت بتغسل العربيه ولا والله وانت يا ابني بتعمل خد. حاجه؟ انت حر أنا بقى، شوف كنت بقى مين اللي بسألك يا هيجيب لك ابني. ورق العربيه، ولا شوف انت هتعمل ايه. بدل ما كنت رايح مشوار واحد عايز ايه؟ هتروح 10 مشاوير. عايزها انا عايزها ليه يعني؟ عايزها احتاجها والله لا انا الوقت. عايزاها، والله احتاجها الوقت. انا عاوزة عايزاها ليه؟ انا هحتاجها دلوقتي. عايزها في ابدا. عايزها والله. هتسيبها في ايدها يا ابني، انت عاوزه ليه؟ يعني ماشي بس انا عايز اعرف ورا العربية فين بقى. انت هتضربنا ولا ايه؟ ضربنا ولا ايه؟ اسمع. احنا كنا سايقين العربيه. انتوا الثلاثة اقسم بالله انتوا الثلاثة ورا العربية ما طلع من ايديك. العربيه احنا كمان. اقسم بالله ده قسم بالله ورا العربية دي. ما تحلفش انا ما شفتش حاجه. اسمع يا سنة انت اللي قاعدة تعملي لي كده. انا انت مالك ومال انت لما دي؟ بتقعدي كده تعملي كده بيبقى وراكي مصيبة وراكي ترتيبات. اهدى يا احمد يمكن. انا خدت حاجه يا ماما؟ اما انا شفت ورق العربيه ده. عايز اطلع البس ها؟ عشان اروح مشواري. يلا ما تروحوا تيجي 7-8 ساعات ما تشدوش اعصابي وتعملوا فيها العمايل دي ورا العربية مع مين فيكم؟ انت احنا يا يا ابني بنت هناخده نعيها ليه؟ انت ايه؟ انا مش معايا حاجه. طب وامل ذنبها ايه؟ ورا العربية مين معاك انت ولا اطلع انت كده من الاسفل، اللي شافك ما شافكيش انت. ما شافنيش ايوه اللي شاف. هم طلعوا من مين اللي شاف؟ ورا العربية اللي شاف ما شافكيش انت. مين اللي شاف؟ شاف ايه؟ افرض اللي شاف دي بقى ما كانش شاف بقى. تضرب انا. شاف ايه بقى؟ يا شاف ايه؟ الجراج بتاعك فتح النار ده ليه؟ انا ما شفتش حاجه. الجراج بتاعي كراش فتح قال لي النار. اتفتح. كراش قال لي ورا اتفتح. فوق. كراش قال لي اتفتح. هو يا احمد اهو. الورق الورق بتاعك. والله بصي طب والله لا مغمض. اقسم بالله في واحد شايفك انت وهي في الجراج. مين ده؟ مالكيش دعوه من دي. احنا رحنا عشان حد يشوفنا؟ ده انا لسه برفع الجراج ده أنا لسه برفع الجراج. المفتاح من المفتاح بتاع الورق ده ما حد رحت شافه. الكراش يا بنت. انا ما رحتش. انتوا الاثنين. احنا ما رحناش. انت عارفه معنى انك يا احمد اهدى انت كده. عارفه معنى انك تهزميني.
معنى انك تكذبي كده. قلت لي انت رحت الجراشه دي؟ ايه اللي شايف ما شافكم انتوا الاثنين مع بعض؟ انا مش بره البيت، انا ما رحتش بره البيت اصلا. طب استنى بقى يا عم الحاج، انت تصدق اللي بره ولا تصدق اللي جواه؟ لما يكون متاخد مني ورق العربيه صدق اللي بره. هياخدوا ماما احنا طلعنا يا ماما. هياخدوا من البقال ورق يا ابني. ورق العربيه مع دول هيعملوا بقى ايه؟ هيعملوا بايه دي بتاعت بنتك دي. اديله ورق العربيه يا عم. حلو معاك ورق العربيه فاهم. ارجع كده، ارجع. الفكره فكره مين بسرعه؟ امل اللي قاعده عليه معاهم. مش فكره مين؟ استنى امل اللي قاعده عليه. خد ورقك اهو. يا اختي عليك وبنات. على ما بديش الا بالعين الحمراء. يا عليك كنت اتخيل اخوك يلف على ورقه لا ولا على اساس انت ما انتش عارفه، انا عارفه. انت على ما بديش الا بالعين الحمراء صحيح. الدم على قلبه. انا عارف من ساعه ما دخلت واللي قال لي واخدين. اقسم بالله زي ما بكلمك كده. اسمع اختك يا ابني، انا قلت ده كان معاها المفتاح، انا قلت ده جايه تطلع بالعربيه. قلت ما طلعتش ولا طلع، بس قال انا ما اعرفش انك قلت يمكن طلعت من ورايا. قال لي لا بس من وراك ليه؟ كان معاها امل وطلعوا بدوسين من العربيه. قمت فاتح درج العربيه ما لقيتش الورق. مين ده بقى اللي قال لك انا وامي عايزة ماشيه ورايا من العصر اللي عامله نفسها بر وبريء دي. بر وبريء ده ماشيه ورايا من العصر. امن على ورقك يا ابني. والمشوار طويل يا ابني ما تنساش ورقه. الدم على قلبه من الاثنين ازاي ياخدوا الورق من وراه؟ انت مشاركانا احنا كمان. على انها ما تلاقي الفكره فكرتك انت. ده واخوك ليه؟ ما حدش جاب لي سيره الورق ده الا انت النهارده. احنا اللي زقتها عليه. انت بس اللي جبت لي سيره الورق دي النهارده. اللي بقى هتسافر من غير ورق؟ يعني الحق على امي بتطمنك وعارفه مقدره المشوار اللي انت مروحه او رايح. تمشي من غير ورق العربيه ازاي؟ لا ثواني. امك غلبانه وطيبه. عايزه اقول حاجه، هو بيروح راس البر من غير ليه؟ ايوه لا بجد يا جماعه المقلب كان قوي جدا، بس الله يسامحه انا بقى. عارف بيه. الله يسامحه اللي كشفني. اقول لك على حاجه، انا كان نفسي تاخدي لك 2 من دي انت وهي. يا لهوي. انا عايزه اعرف مين اللي قال لك. لا والله ما انا قايل. اللي قال لك مين؟ والله ده ما واحد ده مش واحد. والله ده ما واحد ده مش واحد بس اللي ده كانوا شويه كتار كده قاعدين. ده الناس كانت بتحكي وتتحاكي. ايه؟ ده حراميه الورق. والله حراميه الورق العربيه. قدرهم الاثنين. والله المقلب كان حلو لولا الله يسامحه اللي كشفنا. مين اللي قال؟ انا عايزه اعرف. اللي قال يكتب لي في الكومنتات، اكيد حد من جيراننا ما حدش غريب. اول ما قال دوساء قبل ما افتح الدرج، اقسم بالله قبل ما افتح الدرج افتكرت كلام امي وعمال تقول امن على الورق امن على الورق. قول له شوف ورق. قمت جاي على ساعه ما لقيت قلت ايوه انا بقى اروح البيت هلاقيني متاكد ان انا اروح البيت هلاقيهم الثلاثه متجمعين مع بعض. انا كنت عارف ان وعلى فكره امي ساعه ما شافتني نازل من باب العربيه ولسه جاي طلعت تجري تقابلني في الاول يعني. الورق بتاعك عامل ايه يابا؟ قلت له لا حلو يا اما اخش بس كده تعالى لي. احمد كشفنا يا جماعه، يا خساره يا مش خساره. كل كان نفسي تقلب الدنيا فوق وتحت على الورق كل النهارده. الطب ده انا خد بالك ده انا ما شفتنيش وانا داخل ولا دورت ولا وباعصاب بارده كده. فين الورق يما؟ وفين انما ورق العربيه ده لو ما كانش موجود وما كانش حد قال لي انا جبت التراب حطيت على دماغي. يلا بقى يا جماعه، حظ كده المره دي. كان نفسي ارد له المقلب اللي عملوا فيا واشترك معاهم، بس يلا المره دي. انت سابق انا كنت عاوزاه يلف حوالين نفسه ويلقي بالضرب. انا ربك بس اللي الله اسمع يسامحك يا والله نبي. العظيم يا جماعه انا جاي من راس البر حوالي الساعه 11 تقريبا او 12 يعتبر الظهر. نمت ساعتين 3 بس وما نمتش طول الليل وقايم عشان لسه كده وقايم برن على احنا قلنا نعمل فيك مقلب عشان كده. تعالوا نقعد. احرزوه احرزوه بتطلع والله احرزوه يلا. والله انا رايح الساعه والله رايح الساعه 12 بالليل. يا احمد خد حق امي. والله العيال خد حق امي. اصحاب السوق اللي ضحكوا عليا يا عم. اجت عليا. اصحاب السوق اللي ضحكوا عليا. وانا ما ردتش عليكم من امبارح. نهائي اضرب اجري اضرب عشان احس. انا هتضربش عليا. شوف اللي بتاخدها فرصه اضربوه. اللي بتاخدها فرصه. والله لو يعني حسبي يا بنت. انت
ايه انت يا بنت من ساعه ما اتخطبت وقلبك بقى اسود. لا والله. انا والله لو جاي قلب اضربه لما استبدهيه يعني شويه عشان انا قعدت قلقانه عليه. يعني معقول ما ردتش على حد فيكم؟ لا ما رضيتش. ولا حد فيكم اتفرج على البث المباشر اللي كان الساعه 6 الصبح اسكتنا في احنا. الشروق؟ اسكتنا احنا. اضرب يا بنت في اضرب. الشروق على البحر كده ما حدش فيكم اتفرج على البث؟ انا والله تعبان عليا اضربه لانه شكله تعبان. والله تعبان وهلكان. لا استنوا بقى اما اقول لكم يا جماعه اللي حصل. انا كنت احنا اقول الاستاذ احمد سابنا ومشى وراح راس البر من غير ما يعرف حد. احنا ما عرفناش الا من مين؟ الا من بابا كمان. المهم احنا نمنا فامل الصبح واحنا بنفطر طب كان بتقول في لي واحد إيه؟ في البيت عارف اهو. استنى ففي واحد بقول واحد في البيت. فامل واحنا بنفطر بتقول يا ماما انا حلمت ان احمد انا مش بس عارفه ولا دي نايمة. حلم ولا حقيقه. لا استني مش عارفه ولا حلم ولا حقيقه. بقول لها ايه؟ قالت حسيت في حد بسني وانا نايم. قلت لها هو ما اعرفش ايه. اكيد انا هو احمد، هو حسيت ان هو جاي لي وبسني وقام طالع. قلت لها بغطي وانت نايم عشان مش تحلم كويس. جوزك في راس البر يا عم. لا انت بتجيبي ولا لا؟ حطينا الفطار اصبروا. حطينا الفطار افطار يا اما المضعضع دي وجعي دي وجعي. قلت في قلبي انا نام فوق هم ما يعرفوش ان انا فوق. وقاعده رن عليه رن. بترن عليا وانا اقول لها ما عدتش ترن عليا. اهم حاجه انت مش عارفه ايه. شويه وبلبل انتوا بتتكلموا على ايه؟ خالو احمد خالو احمد فوق نايم. هاجر شافته واحنا انا جبت يا جماعه والله انا وصلت لا هي ما هنا. شافتوش. هي شافت قالت لها خالو احمد كان لابس ما اعرفش انتوا ما حسيتوش بقى انا بحط الموتوسيكل في الجراج هنا ولا حسينا بيه. الموتوسيكل هنا على فكره. ولا نعرف. واتفاجئنا لما امل بتقول انا حلمت ان احمد بيبوسني وانا نايمه. هي بتحسب نفسها حلم فعلا. اتاري حقيقه لا. وهو لا وربنا انا ما دخل ولا مستحيل. ورب الكعبه ما دخل. يبقى ده شوف مين اللي كان بيبصني. يبقى اكيد ده أنا بس في الحلم يعني. هو جالي بنفس الجاكيت بتاعه وكان ماسك الخوذه من في كتر لما بتحلم بيا طول الليل ومشغوله بيا ابقى اسمع كلام امي وغطيها. المهم ايه؟ قامت قالت لها ايه؟ ده يا طول امل يعني بجد انت ما جيتش تستوي يا نجمه؟ والله العظيم هو انا يدخل هقول لك على يكون حاجه. صاحي. اقسم بالله ده اللي حصل. انا قلت يا عم اسمع، لقيت الباب اللي بره مفتوح قلت يا فرج الله. ابو كان مش راح الشغل. الباب اللي بره مفتوح قلت يا فرج الله، ولقيت الباب ده موارد كده والدنيا سودة قلت لله الحمد. اقول له ما انا جيت الساعه 5 الفجر. قمت طالع قبل ما اوصل للسرير كنت نايم. قبل ما اوصل للشقه بتاعتي كنت نايم امال اصلا. انت حلمك ده كان ايه يا امل؟ لا انا والله انا قلت العظيم لها بتبقى تغطي. يبقى اسمعي حلم بقى اللي مش حصل. حقيقة. اللي حصل بقى يا اسماء، اللي حصل ان هي ايه بتتوجع كده لما ابو البل قالت لها هو خلي كان لابس كذا كذا يا امولي. قالت لها انا شايفه هدوم حلوه انا بجيب ازازه ميه ساعه من فوق. قامت قالت لها يا بلبل طلعت قالت لها جوزك نايم فوق. قلت لها انت بتضحك عشان مرات خالد تطلع وتنزل السلم. قالت لها والله طلع فوق. قامت دي فتره كان فتره وصاب بلا شاي فتره من هنا طلعت تيجي خدت سلم في سلم وسابت الفطار والشاي. اتبسطت قوي. انا كده اصلا يا جماعه ما بحبش اروح راس البر الا بالليل. واحلى حاجه عندي وانت في راس ضحكت علينا بالليل وما احسن قلتلناش حاجه عندي في راس البر اصلا ليا مثلا من الساعه 5 لما للساعه 7 او 8 الصبح. ده بالكتير ليا في راس البر وبعد كده اسمع بقى امل قلت ايه عشان انت لو صمت وصليت ما تجازيهاش. انا كنت على اخر منه لا مش هضرب في هذا قامت تيجي لما تلاقيته فوق شلت شيء تاكل بتضحك مش عارفه. قلت له ايه الوجع راح. قالت خلاص. قمت تاني ايه لما معانا ودخلت المطبخ كده تلاقيت المعين يا غاليه داخله ورايا المطبخ بتقول لي مام. قلت لها ايه؟ قالت خلاص بقى ما تزعليش احمد يا ماما كان نايم فوق من بدري. قلت لها شوف البيت. الله عليك. انا والله بعد ما امل اللي كانت زعلانه نازله تقول لي ماما ما تزعليش. لا انا كنت زعلانه وكنت بسخنها عليه عشان لما يجي ايه تديله شويه. انا لو كلمني مش هكلمه. اقول لها ما تكلمهوش. اعمل له بلوك. ده عامل لي بلوك. قلت لها ازاي ده هيجي لك بنفس الوقت. لا انا هعمل له بلوك يعني. هتعملي لي لا انت بتقولي هو عامل لي بلوك. لا هي بتفطر وبتقول انا هعمل له بلوك من قبل ما تعرف ان هو فوق. المهم ايه هي بقى عماله تاكل في بعضها بقى وتقويني ساعه ما شافته فوق. ماما انت خلاص بقى ما تزعليش احمد ولا تعديه يا ماما. أصيلة. اصيله اصيله يا غاليه. احمد نايم من بدري شافتني. بس انا برضك ضربت له حته بوس في وش
شارب بصبامه فاضيه بقى لما بتضرب. لما بنزل حاجه صباح الخير بتاعت ماما فاديه ده انا ببقى عارف طعم اليوم هيبقى عامل كله يعني. انا قلت لها النهارده صباح الخير قامت عامله لي جنب. ما رديتش قمت طلع تاني. يلا طولنا عليكم الفيديو، والمقلب بتاعي والله اتكشف يا العظيم جماعه، أنا- بس بالله عليكم مش كان مقلب حلو، بس لولا اللي قال لاحمد اقسم بالله المقلب كان اقسم ظبط بالله للاخر. انا اللي قال لي ليه كان زي ما انت جيت كنت بدور تحت السجاد والمخيط. ده انا جيت من جد، ده انت شفتنيش يا بنت وانا داخل مطمن كده منتهى كده ومستربع. فين ورق العربيه يا اما؟ وسايبكم انتوا للاخر كده ايه اما اشوف انتم وانت لا وامل قالت لها عليا. اسماء عليا يا بنتي انا انت بتربيت فوضى واحده عليا. مش امل قالت لك عيني دي يطلع تضربنا بقى. انا شفت والله يا حسن انا قلت اسلي نفسي بيها، يعني اشغل نفسي بيها ولا حاجه. يلا بقى كده عشان ما مش عارفين نطولش نقدر عليه، ده نسوان مش عارفين نقدر عليه، كل مره يفقسنا كده. من يلا دعوات يا امي يا جماعة. ولدي. دي من دعوات ده امي. انا كنت عاوزه كده. لا ما انت ما تعوزنيش اتضرب وتدعي لي. اللي يعوز حد يتضرب ما يدعيلوش. يلا بقى كده عشان وما نطولش تنسوش بقى عليكم. لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش او بتتابعونا من غير اشتراك. اشتركوا معانا هتزودونا وتكترونا. ربنا يديمكم نعمه في حياتنا ويخليكم لينا يا رب. حبايب نحبكم قلبي في الله. اسماء وماما فاديه واحمد عايزين وامل. نوصل قناة أسماء بقى يا جماعة ال 100,000. ما عندناش حد في البلد، ما عندناش حد في البلد صغنطة طلع القناة دي. لا ده هي زقة كده اللي كبيرة مش مشترك معانا في القناة يا جماعة كده في قناة أسماء. يا جماعه انا عامله يشترك. القناه دي، انا عامله القناه دي ترفيهيه. أيوة حاجه ماشي، بسيطه، حتى لو- حاجه معاكم كده. يا اللي هي حبيبتي إيه؟ حتى لو مش حاطة في ترفيهية أنا دماغي. رجل أحب النجاح، أحب الدروع، أحب اهم حاجه عايز حبايب تروح؟ قلبي. والله بكلمك اسكتوا بجد. يا اولاد. القناة والله أهم طويلة. حاجة استنى يا ماما بعد حبايب إذنك. اسكت أنا مش سايب. احنا بقالنا سنتين شغالين على القناة دي. أنت بتقولي مستجد إيه القناة اللي داخلة على سنتين؟ سنه يا ابني. سنة كتير. يعني لما يكون عندنا قنوات معدية ال 200,000 وفي قناة تانية معانا في نفس البيت بقالها سنة ومش عارفين نجمع عليها 100,000 النهارده فده ما بشتغلش عليها. اشتراك يا جماعة اللي مش مشترك في القناة عشان دي أنا اللي ما بنزلش بيتابعنا ومش عليها مشترك. والله العظيم فيديو واحد يا جماعة من الفيديوهات اللي بتنزل ما شاء الله فيديوهات القناة كلها بتنزل المشاهدات أعلى من المشتركين. الحمد لله رب العالمين، ده فضل من ربنا. ده حاجه، دي ميزه كويسه في القناه. دي إن ميزه كل كويسه في مشاهداتها القناه أعلى. الحمد لله ان احصائياتها اعلى من المشتركين. انما فيديو واحد يضرب من المشاهدات دي كل من مش مشترك في القناه يشترك. والله العظيم فيديوهين نجيب لاسماء الدرع ونعمل لكم احلى حفله كمان. ويا جماعه قناتكم الجميله اللي كلكم الحياة أجمل بتحبوها. مع أحمد وأمل. الحياه اجمل مع احمد وامل، ورجعت لنا بالسلامه ورجعت لمشاهدينها ومتابعينها اللي بيوحشونا وهم موجودين معانا. اللي يتفرج على فيديو اسماء يطلع بسرعه يجري على الحياه اجمل الحياة مع أجمل مع أحمد وأمل. وقوموا اقفوا معايا كده لو سمحتوا. ماشي. لا انا كله؟ انا كشفت المقلب ما اقفش ابدا. ويا مش كشفت المقلب. انت المفروض تقفوا وترفعوا ايديكم ووشكم للحيط.